فول السحور اللي مدوخنا كلنا وبنشتكي من عملية تسوية الفول وبياخد وقت والغاز والكلام اللي احنا بنقوله ده كله. انا حليت المشكلة بمنتهى البساطة ويا رب تعجبكم وتنفذوها. هتوفر معاكم في الغاز جدا وهتوفر معاكم في الوقت جدا، زائد انه كده بيكون بصراحة الناس اللي بتشتكي من اكل الفول عشان القولون، عايزة اقول لكم انه بالطريقة دي الفول اكله حلو جدا، ما بيتعبش القولون نهائي. تعالوا نشوف انا عملت ايه او حليت المشكله ازاي. جبت 3 مقادير متساويه من الفول المدشوش اللي هو بتاع الطعميه والعدس الاصفر والعدس بجبه. الثلاثه دول مقادير متساويه، دول 8 كيلو. انا كنت جايبه ارباع، عملت نصهم قبل كده وبعمل نصهم دلوقتي معاكم. خلاص ده تمن وتمن وتمن، تمام كده. انا نقعت ده حوالي 8 ساعات. خلاص لان لازم الفول بالذات سواء مدشوش او سواء عادي لازم يتنقع وياخد وقته. خلاص انا جبت عندي اهو، انا دي طريقتي اصلا في تدميس الفول بشكل عام، سواء بالطريقه دي او الفول العادي بتاعنا بتاع التدميس. حطيت هنا فصين 3 توم كده صغيرين، وحطيت جزرايه مبشوره، واحيانا بحط معاهم بصلايه كمان مبشوره. هحط العدس، او خليني احط الفول الاول. هنزل بالفول المدشوش والعدس بجبه اهو، والعدس الاصفر ده اخر حاجه هننزل بيها اهو، وهغطيهم بالميه وهولع عليهم. انا عايزه اقول لكم ما بياخدش نص ساعه، ما بيكملش نص ساعه، بس اهم حاجه عينيكم تبقى عليه. دي حاجه يعني اول ما يغلي هتهدوا عليه النار. تاني حاجه عينينا تبقى عليه عشان نتابع مستوى الميه، لان الميه لو قلت الفول على طول بالعدس بالحاجات دي بيشيط وبيبقى مش حلو. انا بقى دي اضافتي، انا لو عايزين تحطوها حطوها، مش عايزين انا عن نفسي بحطها، بتخلي الفول طعمه حلو قوي. حتى بحطها برضو على الفول اللي هو الفول التدميس العادي. حطيت معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الكركم، بتدي لون ذهبي وجميل وفاتح للفول. هغطيه بالميه واجي اوريكم شكله. ده كده يا جماعه شكل الفول اهو. انا هقلبه عشان كله يبقى مختلط يعني مع بعضه، مع الكمون مع الكركم. اللي حابب يقلل حاجة يقللها، بس انا يعني لما عملتهم ال3 مقادير زي بعض بصراحة اداني نتيجة هايلة. خلاص انتوا حابين تقللوا حاجة في مقادير العدس براحتكم، لكن هما ال3 مقادير قد بعض كده بيطلع مظبوط معايا. هروح اولع عليه يستوي، وبعدين اوريهولكم بعد ما يستوي. وادي يا جماعة طبق الفول بتاعي بعد ما استوى، ما بياخدش نص ساعة، يعني بالكتير قوي لو اتاخر بياخد نص ساعه، لكن هو ما اخدش معايا نص ساعه، وبيبقى مش محتاج منك ان انت تهرسيه اصلا اهو زي ما انتم شايفينه كده. جهزته بقى، تبلته بقى بملح وزودت رشه كمون، وحطيت عليه بقى الزيت ورشيت فوق وشه رشه كزبره ناشفه حلوه كده. عايزه اقول لكم ان انتوا لو جربتوا الطريقه دي هتعتمدوها ومش هتعملوا الفول التاني نهائي، لانه هيوفر معاكم كتير جدا 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 في الغاز. انتوا عارفين ان الفول التاني بيتنقع 12 ساعه، وباجي كمان اولع عليه بياخد مش اقل من 5 ساعات تسويه. ده زي ما بقول لكم ما خدش مني نص ساعه سوا. تمام. حبيت احل لكم مشكله تسويه الفول علشان طبعا الغاز دلوقتي بندفع غاز كتير، فيا رب تجربوه ويعجبكم.